السلام عليكم، عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير. رجعت لكم في فيديو جديد. فيديو النهارده جبت لكم افضل خطه للمرتدات واللعب على الاطراف. اول حاجه هنبدا بالمدرب، ده اهم حاجه. افضل مدرب للمرتدات من وجهه نظري لانه بيكون متوازن دفاعيا وهجوميا هو ستوكوفيتش. لكن تشابي الونسو لو معاك حطه بعد التحديث بقى كويس، بس لازم تكون انت بتعرف تدافع كويس. طيب تاني حاجة نيجي على الخطة. زي ما انت شايف هي 4-3-3، لكن معدلين عليها شوية حاجات. يعني زي ما انت شايف راس الحربة نزل تحت شوية، الجناحين نازلين تحت وداخلين لجوه شوية. يعني ميسي المفروض بيكون موجود هنا، انا مخليه محطوط هنا. ده هيفرق شوية في الملعب. والدي ام اف نازل تحت شوية، والاتنين صناع اللعب خليتهم خط نص سي ام اف، وهنظبطهم ونديهم تعليمات بحيث ان هم يكونوا صناع لعب. طيب بعد كده نبدأ على اساليب اللعيبة. اول حاجة الحارس مش شرط يا اما هجومي يا اما دفاعي. الحارس اللي اداؤه كويس معاك حطه، لكن استبعد نوير لانه هيتقدم ويسيب المرمى فاضي. تاني حاجة نروح على الأظهرة، الار بي والال بي. لازم حد فيهم يكون هجومي، بس مش هجومي جدا زي هرنانديز. انا عن نفسي معايا غير هرنانديز، لكن هو اغلبنا معاه، فانا حاطه عشان يكون اغلبكم معاه. هرنانديز لو حطيته هتلاقيه بيطلع يبقى جنب الفاريز، فاحنا هنظبطه ونديله تعليمات دفاعية. هيطلع بس بحيث ان هو يساعد في الهجمة بس، وبعدها هيرجع. والار بي هيكون كوستاكورتا عادي جدا. لو عندك ار بي هجومي فهترجع كوستاكورتا مكانه يكون ال بي. طيب بعد كده عندنا الدفاع، قلوب الدفاع نفسها اساسي في اي تشكيله. واحد بيلد اب وواحد دستروير، بس لازم يكون الدستروير جنب الباك الهجومي، بحيث اما الباك الهجومي يطلع قدام الدستروير يملى مكانه ويكون موجود هنا. تاني حاجه الارتكاز اللي هو دي ام اف. عندنا اسلوبين، يا اما انكرومان يا اما دستروير. حط اللي انت عاوزه، لكن لو حطيت دستروير لازم تديله تعليمات انكورنج بحيث ان هو يكون شبيه للانكرومان. لو عندك رودري يكون كويس جدا، هو انكرومان كده كده، لكن انا عندي فييرا فهو افضل من رودري، فاكيد هحطه وهديله تعليمات الانكورنج. التعليمات هحطها في الاخر بعد ما اشرح كل اساليب اللعيبه. تالت حاجه عندنا السي ام اف او خط النص. عندنا هنا خولد وعندنا هنا ديونج. ليه الاتنين دول هيكونوا كويسين جدا في بناء الهجمه؟ لان خولد الاسلوب بتاعه كريتيف بلاي ميكر، اللي هو زي ما انتم شايفين دوت الابداع في صناعه اللعب. وديونج الاسلوب بتاعه اوركستريتور. فالاتنين مع بعض هيكونوا يعني ثنائي رائع، وهيبنوا معاك هجمه كويسه جدا، وهيبقى يعني حاجه توب التوب. وبرضو عشان الاتنين سي ام اف فلازم نديهم تعليمات هجوميه شويه، فبرضو هنديهم التعليمات في الاخر. اخر حاجه التلاته الهجوم. اول حاجه عندك راس الحربه، عندك نوعين، يا اما ديب لاينج فيرود يا اما جول بوتشر. يفضل الجول بوتشر، لكن الديب لاينج برضه هيكون كويس بما انك بتلعب على الاجنحه، فالاجنحه هيساعدوا الديب لاينج. خاصه لازم الاجنحه تكون بالاسلوب الاجنحه الحره اللي هو برولوفيك وينجر. هنا عندنا ميسي برولوفيك وينجر، وكفاراتسخيليا برولوفيك وينجر. استغفر الله العظيم يا رب. عندنا هنا ميسي برولوفيك وينجر، وبرضه هنا كوستاكورتا مين. عندنا هنا ميسي برولوفيك وينجر، وعندنا هنا كفاراتسخيليا برولوفيك وينجر برضو. الاتنين هيساندوا الفاريز اللي هو ديب لاينج فيرود. طيب الاجنحه ما تخليهاليش كده ولا كده ولا تنزلها تكون ال ام. فانت الاجنحه شايف الزائد ده، الخطين دول انت هتخليه في النص، وهتجيبنا نفس الكلام في النص بحيث ان هو يكون قريب. هنخليه بس ار ام ار دبليو قصدي، ماشي. ليه بقى؟ عشان يكون قريب من خط النص. انت كده هتكون مستحوذ على خط النص، وفجأة واحدة هتروح ناقلها على الأطراف وتطلع بقى تروح مديها لألفاريز وبس كده. فالخطة والله رايقة وأنا مجربة بنفسي كويسة جدا، لكن لو بتعرف تلعب من العمق برضو دي هتفيدك. بس طول ما انت في خط النص هتقدر تستحوذ في العمق وكله تمام، لكن لازم تنقل اللعب على الأطراف لما تقرب من مرمى الخصم. فليه الأجنحة احنا مخلينهم كده؟ عشان يكونوا قريبين من خط النص، ونقدر نباصي أحسن ونقدر نطلع بهجمات أفضل. طيب نيجي بعد كده على التعليمات الفردية. هنخش على التعليمات الفردية. أول حاجة عندك اتاك 1. اتاك 1 ديت هنجيب ديفنس وهنضيف فيها هرنانديز. ليه؟ عشان ما يطلعش، هو كده كده هيطلع بس مش بنفس الدرجة اللي بيطلعها من غير التعليمات. تاني حاجة اتاك 2 هنضيف انكورنج، وهنضيف فييرا عشان يكون شبيه بالانكرومان. تالت حاجة الديفنس 1.
الاول اتنين دول مالكش دعوه بيهم، دول بيتعملوا جوه المباراه لما مثلا يكون الخصم معاه بليدز ولا حاجه، فتخلي مثلا كوستا كورتا يروح ناحيه السون مثلا البليدز فما يخلوش يعرف يعمل بليدز. من الاخر بتخلي اللاعب بتاعك يفضل لازق في اللاعب بتاعه. المهم عندنا تاني حاجه كاونتر تارجت، هتدوس عليها وهتخلي كفاراتسخيليا ما يتحركش من مكانه. كاونتر تارجت ديت لازمتها ايه؟ دي بتخلي كفاراتسخيليا ما يرجعش يدافع ولا يطلع قدام ولا يروح يمين ولا يروح شمال وكده، هو يفضل واقف في مكانه. تمام. تاني حاجة هنعمل برضو كاونتر تارجت وهنخلي الفاريز، بحيث ان الفاريز ما يرجعش يدافع عشان يكون عندنا راس حربة يكون قدام، لان الاجنحة بتاعتنا مرجعينها شوية ورا ومأخرينها. تمام. فكده فييرا هيكون كأنه ارتكاز انكرومان، هيكون ارتكاز، فاهم قصدي؟ وسيو بدل ما كان يتقدم كده اخره يتقدم لخط النص بس يساعد في الهجمة، وكفاراتسخيليا اخره يبقى هنا مع خط النص بالكتير. لكن ميسي خليته يكون زي ما هو عاوز، بحيث ان هو يطلع يهاجم، يطلع يساند في الدفاع في خط النص، يتطرف يخش جوه، يكون كأنه صانع لعب. فهو ميسي هيكون كويس في كله. الفاريز لو رجع ورا انت كده مش هتلاقي مهاجم تباصيله الكرة بيجيب جول، فاهمني؟ فالفاريز لازم يفضل واقف قدام. تمام. والدكة هتخلي من كل ستايل لعيبة هيكون موجود على الدكة، يعني مثلا عندنا جول بوتشر، عندنا فوكس ان ذا بوكس، عندنا دومي رانر، عندنا أجنحة تانية سريعة، عندنا مثلا بوكس تو بوكس. البوكس تو بوكس دوت برضو ممتاز، يعني مثلا لو ديونج عندك مصاب او السهم بتاعه وحش قصدي، فهتخليه هنا البوكس تو بوكس دوت هيرجع يدافع في الدفاع لما يكون عليك هجمة، وفي نفس الوقت هيساعدك في الهجوم وهيطلع معاك في الهجمة. فلو انت معاك بلينجهام النسخة دي تضيفها، هي كويسة جدا. نيجي بقى على اخر حاجة وهي مش مهمة قوي بس هي هتفيدك، هتيجي على الماتش رولز وهتدوس اوتو سيتنج. الكابتن اختار اللي انت عاوزه، لكن انا عن نفسي هخلي الكابتن ميسي. الكابتن دوت بيفرق في ايه؟ في حركة اللعيبة، التحركات بتاعتها وكده بتفرق جزئيا يعني. وبرضه انا نسيت اقول حاجة هنا، لما تيجي تلعب ركنية هتدوس على اول واحدة وتختار واحدة من دول. اختار ايدير مثلا، دي فايدتها ايه؟ لما تيجي تلعب ركنية هتلاقي ايدير بيروح ناطط على الكورة، فاهمني؟ بس انت ما تحطش اكتر من دفاع، او ما تحطش الاتنين الدفاع وواحد خط نص، عشان لو اتقطعت منك والخصم راح بصاها عمل سرور عالي بس تبقى كده انفرادة. وبس كده، دي كده التشكيلة بتاعت النهاردة. يا رب تكون عجبتكم، جربوها وقولوا لي التجربة عاملة ايه، ولو في اي مشاكل قولوا لي وهقولها لكم وهرد عليكم في التعليقات. وفيديو ميسي ما صورتش للاسف لما جبته، هو الفيديو موجود وكل حاجه بس انا مش قادر اجربه بسبب النت وسبب السكريبت، وغير كده انا مش لعيب اساسا قوي. انا تصالح مع النفس انا عارف، فلو جيت اخش العب هفضل اخسر ومش هعرف اجربه. لكن هو عامه في الاوفلاين انا مجربه عشان النت والسلسه بتكون احسن. اوفلاين هو جامد، انصحك تشتريه. عن نيمار انت بص، انت عاوز تحنكش اشتري نيمار، لكن انا عن نفسي ما كانش عندي ولا نسخه لميسي فاشتريت ميسي ده. وبس كده، ده الفيديو بتاع النهارده، يا رب يكون عجبكم وسلام.